واحد من ولادك رح يصوم لأول مرة هذا العام؟ تبعيني تشوفي. ننصحك بهذا المنتج الرائع لتحفيز الأطفال على الصوم. المنتج هو فانوس تلقاو فيه شمعة إلكترونية لداخل باه يحطها طفل صغير ويرفد الفانوس ويعبر على فرحته برمضان. المنتج يغرس حب القيم الدينية في الطفل الصغير ويحبب له الصيام بما أنه فريضة متعبة لينا احنا الكبار وما بالك الأطفال. لداخل نلقاو كويز رمضان اللي هما بطاقات مع أسئلة وأجوبة يعلموا الطفل مجموعة من المعلومات الدينية بطريقة مريحة. نلقاو ثاني كتيبات كما صفة الوضوء، صفة الصلاة، ووصفات خاصة للذراري الصغار باه يديروها في رمضان. نلقاو ثاني عجلة تتعلق فيها مهام يديرها الطفل الصغير، وين هذاك العقرب يدور والطفل يعمل المهام اللي مكتوبة فيه. جدول التقييم هي ورقة تستعمل لتقييم أداء الطفل الصغير، وكل مرة تحطي انت وياه نجمة على كل حاجة مليحة دارها الطفل خلال شهر كامل. مثلا لما يصلي الفجر في وقته نحطوا له نجمة، ولا لما يصوم نصف يوم اللي سموه في هذا الفانوس صيام العصفورة. كاينة ثاني شجرة مصنوعة من الورق فيها صور جزء عامة كامل، وين ما يحفظ الطفل صورة نحطوا فوقها واحدة من الملصقات تاع الفواكه اللي تجي في الفانوس. الفانوس يجي معاه ثاني كاتالوج ولا مود دومبلوا باه يخليكم تعرفوا كيفاه تستعملوه، وفيه ثاني كتيب للتلوين عن ليلة القدر ومجموعة قصاصات مثلا كما حسن المسلم ودليل المسلم الصغير اللي فيه آداب الصيام بطريقة مبسطة ومعمرة بالألوان. وأكثر حاجة عجبتني في الفانوس هي حصالة الصدقات وين يحط فيها الطفل الصغير دراهم يتصدق بهم من بعد، وبهذا نعلم الطفل الصغير يحس بالآخرين وما يكونش أناني ويؤثر الناس الآخرين على روحه. لطلب المنتج راح نحط لكم الرابط أسفل الفيديو.